النهاردة الحلقة الرابعة من سلسلة الأفعال المساعدة. في الحلقات اللي فاتت شرحنا verb to do و verb to have و verb to be. النهاردة العيلة الرابعة بقى في بقى مجموعة أفعال في الإنجليش مش زي باقي الأفعال، بتتصرف بطريقة خاصة وبتدي معنى إضافي للجملة. اسمهم إيه؟ اسمهم modal verbs. modal verbs ليه اتسموا كده؟ وإيه الفرق بينهم وبين باقي الأفعال؟ وإيه استخداماتهم؟ وكمان طريقة استخدامها في الجمل عاملة إزاي؟ تعالوا نفهم القصة من الأول. أولاً معنى modal verbs. كلمة modal جاية من كلمة mood، يعني طريقة، أسلوب، شكل. يعني المودال verbs وظيفتها إنها بتغير الطريقة أو الشكل اللي بنفهم بيه الفعل الأساسي في الجملة. طيب في العربي بنترجم كلمة modal verbs إلى إيه؟ إلى أفعال ناقصة. كلنا عارفين إن اسمها في اللغة العربية أفعال ناقصة. ناقصة يا مس؟ أيوة. طيب ليه؟ بص بقى يا سيدي، علشان 5 أسباب. أول حاجة سميناها ناقصة لأن ملهاش كل التصريفات زي الأفعال العادية. زي ما أنت عارف إن أي فعل في الإنجليش ليه كام تصريف؟ ليه 3. دي بقى ليها 2، مفيش منها تصريف تالت الباست participle. هنشوف الكلام ده بعد شوية. طيب رقم 2 إن مفيش منها مصدر مع to. يعني مثلا ما ينفعش نقول to can, to must, to will. حلو كده؟ طيب رقم 3 إن مفيش منها gerund. gerund يعني إيه gerund؟ يعني verb مضاف له ing. يعني مثلا ما ينفعش نقول canning, musting, shoulding، الحاجات دي. اوكي. رابع سبب لتسميتها ناقصة انها ما بتشتغلش لوحدها. يعني ما ينفعش تيجي لوحدها كده في الجملة والجملة مش هيكون لها معنى، لازم يجي وراها فعل في المصدر. ناخد مثال she can swim، ما ينفعش نقوله she can, she will, she should. تمام؟ يبقى لازم عشان يكمل معناها ان احنا بنجيب وراها الفيرب في المصدر. اوعى تنسى الحتة دي. رقم 5 والاخيرة ان سلوكها مختلف بقى عن باقي الافعال. يعني ايه يا مس؟ ما ينفعش نجيب معاها اسم مع الضمائر هي وشي وات. يعني مثلا he can ما ينفعش نقوله he cans او he shoulds او wills خالص. تمام؟ ما بينضاف لهاش اي اضافات ولا اس ولا ing ولا الكلام ده كله. طيب النفي بيكون بقى ازاي؟ يكون باضافة not على طول من غير ما اجيب did ولا does ولا do ولا الحاجات دي. حلو كده؟ ناخد مثال صغير على الموضوع ده. he can't drive، ما نقولش بقى he doesn't can drive، لا خالص. طيب يلا بينا بقى نعرفهم ونتعرف عليهم. هما 10 أفعال. بص معايا على الجدول الصغير ده. will الماضي بتاعها would، can الماضي بتاعها could، shall should، may might must ought to. دول 10. خلي بالك كل واحدة من دول لها expression معين وبتشتغل بطريقة معينة في كل جملة. إن شاء الله في حلقات جاية في الأجزاء القادمة في المودال verbs هعرفك كل واحدة من دول استخدامها إزاي وبتيجي في situation إزاي وبتيجي في expression إزاي بالتفصيل الممل، سواء في المضارع سواء في الماضي. حاجات كتيرة جدا هتعرفها إن شاء الله في المرحلة الجاية. بس النهاردة إحنا بس بنتعرف عليهم وبنعرف معناهم واستخداماتهم، الكلام اللي زي كده. لو بصيت معايا بقى أقولهم تاني. will, would, can, could, shall, should, may, might, must, ought to. احفظهم بالطريقة دي. حلو؟ يلا ناخد شرح أعمق في المودال فيرب. نقول I swim، ده فعل عادي، أنا أعوم. طب لو أنا حطيت can وقلت I can swim، أنا أقدر أعوم. عملنا طريقة أو منظور جديد للفعل. هنا كان بقى غيرت معنى الجملة كلها. فهمت قصدي؟ هننقل لنقطة تانية اللي هي استخدامات المودال فيربس الرئيسية. في 6 استخدامات ليها. في حلقات منفصلة جاية هشرح كل واحدة فيهم بالتفصيل. المودال فيربس بتعبر عن حالات ذهنية أو مواقف. زي إيه يا مس؟ زي القدرة، الابيليتي. باخد في القدرة سواء في المضارع أو الماضي هناخد كان وكود. زي مثلا مثال I can play the guitar، أستطيع عزف الجيتار. بالمناسبة إن كلمة play هنا معناها يعزف، لو جه بعدها آلة موسيقية مش معناها يلعب. حلو؟ طيب ممكن أقول I could play the guitar، أنا كنت أستطيع إن أنا ألعب الجيتار. تاني حاجة الاحتمال possibility. بس خد بالك احنا عندنا احتمال قوي واحتمال ضعيف، هناخده 2 هنا برضو اللي هي may و might. الاحتمال القوي شوية it may rain today. كلمة may في المثال ده احتمال إنها تمطر النهاردة. لو أنا عايزة أخلي الاحتمال أضعف شوية هشيل may وأحط might. تمام؟ رقم 3 البرميشن. permission يعني إذن. هنستخدم في البرميشن أو الإذن كلمة may برضو. ناخد مثال You may leave now، انت ممكن تمشي دلوقتي. اعملها بطريقة سؤال واقول may I go now، may I go now، ممكن امشي دلوقتي.
خد بالك انا قلت ايه؟ ممكن. يبقى لو خدناها للإذن بيبقى ممكن، لو خدناها للاحتمال يبقى اسمها احتمال ضعيف او احتمال قوي. رابع حاجة الضرورة والإلزام، اسمها obligation. الضرورة والإلزام هنستخدم هنا ايه بقى؟ ايوه كلمة must. ناخد مثال you must wear a helmet، يعني انت لازم ترتدي القبعة، يجب أو لابد أو ضروري إن أنت تعملها. طيب خامس حاجة ممكن أستخدمهم في النصيحة، الأدفايس. نصيحة أكيد أنت عارف يبقى should بستخدمها في النصيحة. you should study harder، يعني أنت لازم تذاكر بأكثر جدية. طيب سادس حاجة في situation اللي هو اليقين أو الاستنتاج، deduction certainty. طيب بستخدم إيه فيها بقى؟ بستخدم برضو must. نقوله إيه؟ she must be at home، أكيد هي في البيت، استنتجت إنها في البيت. سابع حاجة في situation الطلب والعرض، request and offer. request اللي هو الطلب وoffer اللي هو العرض. هنستخدم حاجتين، هنستخدم would وهنستخدم shall. نقول مثال would you like some tea؟ هل تحب بعض الشاي؟ أنا يعني بعرض عليك. ممكن مثال تاني أنا بطلب shall I open the window؟ ممكن أفتح الشباك. أظن الموضوع كده فهمتوا ان انا بستخدم المودال فيربس علشان ابين مود او اكسبريشن او سيتويشن معين في الجمله. طب هاخد برضو امثله بتوضح الفرق في المعنى. في جمله واحده ممكن تتغير على حسب المود، يعني انا هستخدم جمله واحده واحط لك فيها المودال فيربس كلهم. طيب يلا بينا نشوف. he goes to school، هو بيروح المدرسه. حلو كده، دي الجمله. طيب تعالى بقى لو استخدمنا must وقلت he must go to school. he must go to school، لازم يروح المدرسة. غيرت المعنى. طب تعالى نستخدم can. he can go to school، هو ممكن يروح المدرسة أو هو بيستطيع إن هو يروح المدرسة. طب تعالى نستخدم may. he may go to school، هو يمكن أو احتمال يروح المدرسة. طب تعالى نستخدم should. he should go to school، هو المفروض يروح المدرسة. طب تعالى نستخدم will. he will go to school، وحاجات كتيرة برضو هنعرفها بعدين. شايف بقى ازاي نفس الجملة الأساسية اتغير مودها وتغير طريقتها بتغير ايه؟ المودال فيربس. طيب ليه بقى مهم ان احنا نتعلم المودال فيربس دي؟ ببساطة لانها موجودة في كلامنا اليومي دايما كتير، وبتدي للجملة معنى دقيق مش زي الفعل الأساسي بس. انت بقى لو عرفت تستخدمها صح انت كده هتعرف تعبر عن اي موقف انت عايزه. هقول تاني، يبقى المودال فيربس اسمها كده لانها بتغير المود او الطريقة اللي الجملة بتتقال بيها. هي صغيرة في الشكل لكن قوية جدا في ايه؟ في المعنى. مرة بتديك قدرة، مرة بتديك احتمال، مرة بتديك إلزام، مرة بتديك نصيحة. اتمرن عليها كويس وهتلاقي نفسك بتتكلم انجليش بكل ثقة. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. وبس كده، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.